شفت لو عايز تخش كلية على طول بعد الإعدادية تعمل إيه؟ ما شفتش؟ تعالى مدرسة الكنز المصرية اليابانية دلوقتي قالت لك من غير ما تخش ثانوية عامة ممكن بعد اللي تخش كلية، بس مش هتاخد بكالوريوس ولا هتاخد دكتوراه. إيه اللي هيحصل بقى حضرتك؟ إن المدرسة دي مصرية، تعاون مصري مع اليابان، ان هم بيعلموك طبعا التكنولوجيا الهندسية والتكنولوجيا المتطورة، والطالب بيطلع طبعا فاهم وعارف ودارس حاجة يشتغل بيها وتنفعه في حياته. ده نظام تقريب، ده نظام كليات من الإعدادية. يعني أول ما تخلص تالتة إعدادي بتقدم في المدارس اللي هي كونس المصرية اليابانية، وطبعا بتاخد شهادة في المهارات الهندسية والتكنولوجية عن الطلاب، ودي هتبدأ إن شاء الله سبتمبر 2025. وهيبقى مكان المدرسة هي مدرسة السلطان العويسي العاشر من رمضان. ويا جماعة التقديم هيبدأ شهر 6 الجاي، أما الدراسة هتبدأ شهر 9 اللي جاي على طول في مدرسة السلطان العويسي بالعاشر من رمضان. ما تنساش شهر صاحبك اللي هيخلص اعدادي بدل ما يخش ثانوي عام ودروس بقى وممكن ما تجيبش مجموع، فالمدرسة دي هتطلعك تاخد شهادة مهنية تشتغل بيها في اي حتة ويبقى عندك خبرة جميلة. وما تنساش تشير الفيديو لأي صاحب ليك في اعدادي عشان يعرف هو هيخش ايه.